بسم الله الرحمن الرحيم. السميع العليم. أتمنى أن تكونوا بخير وسلام إن شاء الله. شكرا لكل من تفاعل مع آخر فيديو لي، وشكر خاص هذه المرة ليس فقط للأجاود ولكن للإخوة الذين بعثوا بتعليقات أنا أسميها تعليقات رجولية، وسأشرح لماذا. كما تعلمون أنا دائما يعني في فيديوهاتي يأتيني كذا فئة من التعليقات. عندك تعليقات من الناس المحبة، من الناس المجتهدة، من الناس التي عندها بعض الشكوك وتطرح يعني أسئلة معقولة. كذلك عندي فئة الزومبيين الحمقى الذي يا إما يسبونني أو يهرتلون علي يعني، وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى يريحني منهم. ولكن هذه المرة أتى لي يعني كذا تعليق من ما سأسميهم يعني فئة الرجوليين أو رجال. لماذا؟ لأن أوكي، طبعا نحن تحدثنا عن مفهوم الرجال والنساء من كتاب الله، ولكن عجبني كثيرا يعني أن كذا أخ وأخت وقفوا معي على النقطة والفاصلة، وهذا يعني هذا شيء يعجبني ويفرحني كثيرا. لماذا؟ لأني بكل بساطة من الأشياء التي يعني أنا أعمل من أجلها وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فيها، وأوتيت التوفيق فيها يعني إلى درجة جيدة جدا، وأعرف أن الله سبحانه وتعالى سيعطيني ما أريد من هذا الشيء. أنا ما أطمح له هو بزوغ ونبوغ شباب عربي أو عصبة من الشباب العربي الواعي العصامي الذي يتفكر ويتدبر بشجاعة مثل أجداده، الذي يحب العلم والتفكر والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي لا يأخذ الأشياء هكذا من المسلمات. حتى مني أنا أحب يعني طبعا هناك أشياء أنا صارمة فيها كما ترون. يعني أنا لا يمكن أن شخص يأتي يعني في آية تقول إن أول بيت وضع للناس فيه آية بينات، وشخص يقول لي هذا آية بينات تساوي مكعب من حجر. يعني لا يمكن أن أقبل الهرتلة. ولكن في الصميم عندما يكون شخص يتحدث في الصميم ويقف لي عند النقطة والفاصلة، هذا الشيء أنا أحبه كثيرا، وهذا ما حصل. يعني سبحان الله جاءني كذا تعليق، يعني أنا أشوف هذه التعليقات بشارة خير. يعني هناك شباب عربي الآن يعني يقفون ويتدبرون ويرجعون إلى القرآن ويبحثون بأنفسهم إلى آخره إلى آخره. إذن هذا الفيديو سيكون طبعا لرد على هذه التعليقات. يعني أنا سأعمل فيديوهين، فيديو للفئة فئة الرجال، وكذلك سأعمل فيديو لأرد على بعض الحمقات فئة النساء الذين يهرتلون علي ويصدعون لي رأسي. ولكن طبعا سأعطي الأولوية لفئة الرجال. من هذه فئة الرجال الذين يعني أعطوني من أحسن التعليقات التي كان ممكن أن أتمناها من الله سبحانه وتعالى، يعني هذه التعليقات الآتية. هناك أختي نجاة قالت لي أوكي جيد أنك هي دائما ما تثني على ما أقدم، ولكن وقفت لي كذلك على النقطة والفاصلة. قالت لي أختي كوثر أرجو منك أن توضحي طلاق النساء، معنى الطلاق للنساء، وسنوضح على ما قدر أستطيع إن شاء الله. كذلك هناك أخ، وأنا هذا الأخ فعلا أهنئك على هذا التعليق، مع أنه يعني فيه قليلا من المكر، ولكن ليس مشكلة. لم أحس فيه خبث فيه مكر، والمكر يعني أحيانا يكون مطلوب. يعني هناك أخ قال لي كوثر لا تنسي أن هناك الآية يعني التي تتحدث عن الإرث، والتي تقول أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وفيها يعني جزء يقول وإن كنا نساء فوق 2. فقال لي إذن هنا النساء تعود على الإناث، لأن الله يقول وللذكر مثل حظ الأنثيين. وأنا أهنئك، سأرد عليك أوكي، لا أتفق معك،
يعني كون هذا يعني يدلل على كون أن النساء تساوي إناث، ولكن يعني عجبني، يعني ماكرة، برافو. أتمنى أن تستعمل هذا المكر بنية صادقة للوصول إلى الحقيقة. يعني هذا الشيء الله سبحانه وتعالى سيجزيك عنه خير جزاء بإذن الله. كذلك هناك أخ قال لي كوثر، إذا كيف الله يقول لنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره إلى آخره. سأرد على هذا. كذلك الأخت نجاة تحدثت عن نساء في المحيط، وأتاني نفس التعليق من شخص من يعني شخص من جنس أنثى أو من جنس ذكور، ولكن كان بنية يعني الضحك، يعني ها تقولين أن النساء ليس هن الإناث، فماذا يقصد الله سبحانه وتعالى واعتزلوا النساء في المحيط؟ فكان هناك يعني نفس النقطة جاءت على من طرف الأخت نجاة مجتهدة. كذلك وردت كذلك عن شخص من فئة الزومبيين، لأن الذي قالها من فئة الزومبي يعني لم يكلف على نفسه أن يتفكر أو أن يتدبر في أي شيء. أوكي، لهذا أقول أن حتى لو كان التعليق نفسه، ولكن هناك فرق كبير بين النيات، بين الاجتهاد، بين من يتفكر ويتدبر ويطرح الأسئلة يعني يأخذ ويعطي ويأخذ معي في الكلام بالنقطة والفصيلة، والكسالى الذين يأتون فقط للتهكم برأس فارغ يعني تماما. على كل حال سنبدأ. إذن أول سؤال، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المطلقات من النساء. أول شيء سأريد فقط ملاحظة وبعدها سندخل يعني في صلب الموضوع. نحن نعرف أن في شرع تجار الدين من يسمون على أنفسهم، من يقولون على أنفسهم شيوخ وعلماء، نعرف أن العصمة تكون يا إما في يد الجنس الذكور أو جنس الإناث، هم يحللون هذا. أوكي، بالتالي إذا أخذنا يعني لنقول بتشريعاتهم الذين يخترعونها، هنا النساء حتى بتشريعاتهم التي هم شرعوها، هل يكون كيف لنا سنعرف تطبيق الآية والمطلقات من النساء إذا كان العصمة في يد جنس يعني السيدة الزوجة؟ هذا فقط سؤال. إذن ولكن أنا طبعا أعتمد على آية الله سبحانه وتعالى. إذا نرجع إلى كتابنا لنرى ما يقوله الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، نجد مثلا آية تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أو تسريح، لا أدري إذا يعني بإحسان بعدها أو لا. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح، لأن هناك 3 نقاط بعد تسريح، أنا أخذ فقط يعني ما يلزمني. إذن أول شيء يجب أن ننتبه إليه في هذه الآية هو كلمة معروف. والمعروف هو ما هو معروف في كتاب الله، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنكر يعني مفسر في القرآن، والمعروف كذلك مفسر في القرآن الكريم. إذن نحن نتحدث عن معرفة. أوكي، الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح. أوكي، فهل يعني عندما تتزوج سيدة بشخص من جنس الذكور، هل هما يعملون عقدة يعني
للمعرفة؟ هل يعني هم يؤسسون جامعة للمعرفة مثلا في وقتنا الحالي؟ طبعا لا. ولكن كأنفس نحن جئنا إلى هذه الأرض في امتحان المعرفة والذكر. أوكي؟ إذن يجب أن نركز جيدا في جميع التفاصيل. أوكي؟ كذلك عندما يعني نذهب مرة أخرى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ماذا نجد؟ نجد آية تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إخوتي، الله لم يقل من قبل أن تلمسوهن. هناك فرق بين اللمس والمس. اللمس يكون للمادة، هذا جسم مادي. أوكي، أنا يمكن أن ألمسه، ولكن المس هو معنوي، يكون للنفس. أوكي؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إذن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن طلاق قبل أن يحدث مس. والمس ذكر في سورة، يعني في سورة التي تتحدث عن مريم: ولم يمسسني بشر من قبل. هي لم تقل ولم يلمسني، قالت ولم يمسسني. وإن كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اللمس للجميع، حتى هناك أشخاص يلمسون القرآن أستغفر الله، يعني يحرقون القرآن، يركلون القرآن، لأن الله سمح بهذا. ولكن هذا لن يؤثر على القرآن المحفوظ الذي لا يمسه. هناك اللوح محفوظ، هناك خزينة عامة للكون، هناك أرشيف للكون، هناك مكتبة للكون، وهي محفوظة. لا يمكن لأي يعني مخلوق أن يتلاعب فيها. أوكي؟ لأن كل شيء في الكون مبني على الحق. فالله يعرف كيف يحفظ يعني كتابه وقرآنه وكل شيء. إذن قلنا من قبل، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الله يتحدث عن فريضة، والفرائض كذلك يعني مفصلة في كتاب الله. فريضة دين، نفس. أوكي، دين للنفس. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ويجب أن، قلت لكم، يجب دائما أن لا تنسوا، يجب أن تكونوا مركزين جدا مع القرآن الكريم، يعني مثل العفاريت. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: من شر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. أوكي؟ إذن كل شيء شبك في القرآن الكريم. لا يجب يعني أنت تقرأ، ودائما يجب أن ترجع إلى وتربط الأشياء يعني التي قرأتها مع بعضها البعض بميزان، ليس بإسقاطات الهوى. أوكي؟ بميزان الحق الذي كذلك يجب أن يعني تتلمسه من القرآن الكريم. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن التقوى ما هو يعني تفسير التقوى من كتاب الله؟ طبعا أوائل سورة البقرة، وأنا أعشق هذه الفقرة التي في أول سورة البقرة. إذن من هم المتقين؟ ما هي سماتهم؟ الله يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب
إيمان بالغيب. الله يعني هنا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقلنا أن القرآن وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والله إذن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إذن الله سبحانه وتعالى يرجعنا إلى التقوى. أوكي، والتقوى مربوطة بالإيمان بالغيب وإقامة الصلوات، ليس الصلاة، الصلوات، والإنفاق مما رزقنا الله، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوات ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى عندما نأخذ الآيات، هنا عندنا مثال لآية يعني فصلنا فيها وفصلنا فيها، ماذا نجد؟ التفصيل يأخذنا إلى كل ما هو يعني يتعلق مباشرة بالنفس. تقوى، فريضة، المس. أوكي، إذا نأخذ آية أخرى، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. لمن رأى حلقة الزنا التي عملتها أو فيديو الزنا، رأينا أن هناك آية تقول لا ينكح زاني إلا زانية ولا تنكح زانية إلا زاني ولا ينكح مؤمن إلا مؤمنة ولا تنكح مؤمنة إلا مؤمن. وقلت لكم أن الزنا هو الزنا النفس يا إخوتي الذي يتحدث عليه الله سبحانه وتعالى. الزنا الأول هو زنا النفس، وأكبر زنا هو الشطط عن تنزيل الله واتباع دين مزور صنع من قبل قطاع طرق، تجار دين زومبي. أوكي، فالله سبحانه وتعالى أكبر درجة للزنا هي هذه: الفسوق عن تنزيل الله وقول الله وبيت العلم والحكمة والحق، والله حق. أوكي، إذن نرجع إلى الآية. فإن طلق يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا الله سبحانه وتعالى يتحدث كذلك في هذه الآية عن المس والذي لا يكون إلا للنفس. فما لكم عليهن من عدة، والعدة، وعندما يعني أستشهد بآية أخرى كذلك هي تتحدث عن العدة، سنذهب لنفصل كذلك في العدة. أوكي، كذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا في آية أخرى؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بماذا؟ بمعروف. المعروف، العلم، المعلوم. وإذا طلقتم النساء كذلك الله يقول فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم، زكاة النفس، والذين يزكون أنفسهم، وأطهروا، طهارة النفس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والعلم. إذن الله سبحانه وتعالى يتحدث لنا عن النفس تماما كما قلت لكم أن النساء والرجال هم تفصيل في النفس. هناك منازل للرجولة في النفس ومنازل للناس
والنسيء زيادة في الكفر كما جاء بلفظ الفرد. إذن كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. الله لم يقل متاعا لا أدري كيف، الله يقول متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وقل لهم قولا، من هم المحسنين؟ هم من يقولون القول الحسن. وقل لهم قولا حسنا. وما هو القول الحسن؟ ومن أصدق من الله قولا، هو قول الله سبحانه وتعالى وليس أقوال بشر زومبيين. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا إلى آخر الآية. إذن هنا ماذا لحد الآن يعني ماذا وجدنا معروف، عدة، متاع. إذن يجب أن نعرف ما هو العدة، ما هو المتاع، ما هو الأجل، لأن طلاق النساء مربوط بهذه المعاني. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. الله لم يقل زوجات، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، مثل يعني القنوت من صفة مريم، أوكي، ولكن مريم جاءت مع القانتين. وقلنا لماذا؟ لأنها من فئة الرجال. تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عربا أبكارا. فالمنازل في النفس، الله يتحدث عن الإيمان، والإيمان يكون مطلوب من النفس، أوكي، ليس فقط من الإناث. الإسلام مطلوب من جميع الأنفس، القنوت مطلوب من جميع الأنفس، التوبة من جميع الأنفس، العبادة من جميع الأنفس، السياحة من جميع الأنفس، لهذا المسيح. إذا مطلوب أن نكون نحن أنفس سائحات، أوكي. إن كنا من جنس الإناث أو من جنس الذكور، نحن مطلوبون كأنفس بكل هذا، أن نكون مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، أوكي. هناك منا أنفس ثيبات وهناك منا أنفس أبكارا، أوكي. فكل هذه تفاصيل في النفس. إذا نبحث أكثر، ماذا نجد؟ قول الله سبحانه وتعالى عن العدة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، أوكي. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يا إخوتي اربطوا، قلت لكم يجب أن تكونوا مثل العفاريت. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا حدثنا عن طلاق النساء؟ عن العدة والأجل والمعروف إلى آخره، كل ما رأينا سوية. عندما نرجع نفسر العدة ماذا نجد؟ الله يفصل لنا كل شيء. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. النساء ما هي سماتهم؟ هم
الذين نسوا ذكر الله، بالتالي أصبحوا من ظالمي أنفسهن، الأنفس التي ظلمت نفسها ظلمة. أوكي. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم، بكلمة الحق ليس بإراقة الدماء، واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين، ونحن فسرنا المتقين سويا. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما النسيء زيادة في الكفر. إخوتي، يجب أن نعلم أن إن كان الناس، الإنس، النسوة، النساء، كلهن عندهم يعني رابط مشترك وهو جذر نسا. أوكي. ولكن ما هي أسرار النسوة والناس؟ لماذا الله لم يستعمل فقط كلمة النساء واستعمل كلمة النساء، الناس، الإنس، النسوة، إلى يعني كل هذه التفاصيل؟ هذا مستوى آخر. أوكي. يلزمنا العمل أكثر، فتوحات أكثر. أوكي. والقرآن كله هكذا. لهذا الله سبحانه وتعالى لم يكتب علينا وقال لنا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو أوتي به مددا. الله واضح معنا، الله لا يمزح معنا. إذن فيحل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. إذن هناك إذا قلنا أن النساء وكل هذا التفصيل هو منازل أو تفاصيل في النفس. أوكي. فهناك محيض للنفس. هذا لكي أرجع إلى السؤال الذي جاء اعتزلوا النساء في المحيض. هناك محيض للنفس، وأنا لن أجاوب على هذا السؤال الآن، على هذه النقطة تفصيلا الآن. أنا سأطرح سؤال يا إخوتي، إن كان أجاود، إن كان مجتهدين، إن كان يعني أي شخص يرى هذا الفيديو، من وجهة نظركم ما هو محيض النفس؟ أريد فقط أن أرى يعني أجوبتكم، ولكن أعدكم أنني سأفسر فيه. إذن جوابنا، إذن نحن لم جاوبنا ولكن تخلصنا من هذه النقطة. إذن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن. الله يفسر في العدة لمن يئسن من المحيض، أي الأنفس التي يئست من المحيض 3 أشهر. واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال. هناك أحمال للنفس وحمل الأمانات. الله سبحانه وتعالى ذكر الأمانة والأمانات، النبي والنبيين، الرسول والمرسلين. أوكي. فهناك كل ذي حمل حمله. هنا نحن كلنا خلقنا من ماذا؟ من نفس واحدة، وهذه النفس عندها حمل، وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. أوكي. فهو الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن النفس التي هي ستقف أمام الله سبحانه وتعالى يعني يجب أن نرد على أسئلته. والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نزكي النفس وأن نعرف ما هي عدة النفس إلى آخره. ولكن تجار الدين يعني ترتروا علينا ورترتوا علينا على حسب يعني أهوائهم
أقاموا يعني دين يتماشى مع حماقاتهم وماذا يريدون. هم كل ما يريدون أن يأكلوا ويعملوا يعني لا أريد أن أفصل، يعني كل واحد يتزوج بأربعة يعني نساء سيدات بين قوسين، ليقعد يعني يطرطر علينا ويعمل عمله الذي هو يعني إغفال الناس عن حقيقة الله سبحانه وتعالى وعن حقيقة التنزيل وعن كلمة الحق بكل بساطة. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للأجل: آمنوا بما تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم. أوكي، فالله سبحانه وتعالى كذلك فسر لنا في الأجل عندما الله يعني يتحدث عن طلاق النساء إلى أجل. أوكي، والأجل في طلاق النساء، فيجب أن نفسر الأجل من كتاب الله لنعرف عن أي أجل يعني الله يحدثنا. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للأجل: علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. رجعنا إلى ومتاعهن متاع المعروف. هناك كلمة متاع للنساء طبعا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر لكي لا يعني أعطيكم الكثير من المعلومات. دعونا نبقى في هذا المستوى. المهم هنا النقطة التي أريد أن أركز عليها هو أن القرآن شبكة ويجب أن تربط كل شيء مع بعضه. أوكي، حتى هو اسمه القرآن، هو قرآن في كتاب. أوكي، ولكن لكي تصل إلى القرآن، يعني القرآن بالفرنسية هو le courant، أي ضوء ولا le courant هو عندما تشبك يصير هناك سريان. أوكي، إذا لم يكن هناك كورون لا يكون هناك مثلا، لا يمكن أن يكون عندنا ضوء، يجب أن يكون هناك سريان للكورون. لا أدري كيف أقولها بالعربي، متأسفة. إذن ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله سبحانه وتعالى يفسر لنا كل شيء في كتابه. إذن هناك تفسير بالتفصيل الغير ممل الممتع من عند الله للأجل. وأنذر الناس، قلت لكم أنه الناس النسوة إلى آخره من جذر الناس. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع ماذا الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أوكي، فالمسألة هي كل هذا السيناريو الذي نعيش فيه، هذا الامتحان على الأرض هو سيناريو الذكر، أن نتذكر. أوكي، طهارة النفس، زكاة النفس، وفهم كل آليات الطهارة الزكاة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى والتقوى إلى آخره والإحسان إلى آخره عبر الآليات التي فصلها الله سبحانه وتعالى بالتفصيل الغير ممل. أوكي، إذن هنا أعطيت لكم بعض يعني الأمثلة عن الأجل ويمكنكم أن ترجعوا. قبل
الآن أرى أني وصلت إلى 34 دقيقة. سأعطي فقط كذا هدية بخصوص هذا الموضوع، وبعدها سأعمل فيديو آخر لكي أرد على يعني عن النقطتين التي لم يعني كان هناك 4 نقاط. قلنا طلاق النساء نحن فسرنا فيه، الاعتزال في المحيض أعطيت فيه سؤال أنتظر منكم جواب، وبقي نقطتين سأخصص لهما فيديو خاص. الآن أريد أن أحدثكم عن شيء ذكر في الأحاديث وهو فهم غلط، وهو متعلق بطلاق النساء. معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعني قال لفظ اذهبوا وأنتم الطلقاء. ماذا قيل لنا؟ قيل لنا أن والله رسول ما شاء الله يعني أكثر من المسيح، إذا ضرب لك خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. وبالمناسبة التفسير الذي أعطوه على لسان المسيح خطأ كذلك. وقالوا لنا أن الرسول ما شاء الله هو رحيم جدا لدرجة أنهم قال للكفار اذهبوا وأنتم الطلقاء. والرسول فعلا رحيم، ولكن هو يعني الله سبحانه وتعالى فقط يعلم كيف هو يعني كيف هو، لا أقول حازم، حزم الرسول في كلمة الحق مع ذريته نرتعش منه هكذا. الذين يعني رأوا الرسول وحزمه في كلمة الحق يعني هكذا نرتعش منه، فكيف له أن يعني يتمايل في كلمة الحق؟ هم يعني الفكرة التي أرادوا أن يبرمجون عليها أن الرسول يعني هو متساهل مع الكفار، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يوما متساهل مع الكفار ولا في كلمة الحق، ولا يمكن أن يكون له هذا. وفي مقامه عنده مسؤولية كبيرة. نفس الشيء بالنسبة للحسن الحسين علي عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء لا يمكنهم أن يتساهلوا في كلمة الحق. فالطلقاء تعني اذهبوا وأنتم الطلقاء، أي اذهبوا وأنتم النساء المطلقات، أي اذهبوا يا ظلمائيين وأنتم الظلمائيين، أي أنهم هؤلاء الفئة اختارت يعني الظلام على النور. أوكي؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سراج منير، يعني الأشخاص الذين كانت عندهم محبة للحق بالفطرة ومحبة خالصة لوجه الله لكلمة الحق، هم رأوا الرسول على حقيقته، وحقيقة الرسول هو مظهر إلهي، نور الله بكامله يعني يتجلى فيه. فأنت ترى مظهر الله، أوكي، نور الله لأكون أكثر يعني دقة. وهؤلاء الذين رأوا مظهر الرسول يعني كمظهر إلهي كان بحقيقته النورانية، بما أنهم كانوا مؤهلين، الرسول كان مرآة لهم، لأننا في الآخر نحن كلنا خلقنا من نفس واحدة، من النور أتينا وإلى النور سنرجع. أوكي؟ كم تستغرق هذه المدة بالنسبة لكل نفس على حدة بميزان الحق هذا موضوع آخر، ولكن في المطلق هذه الحقيقة المطلقة. فهؤلاء كانوا في وضعهم وفي يعني خطى امتحانهم على الأرض مؤهلون لهذه المنزلة، فهم رأوا يعني الرسول عكس لهم نور الذي هو أصبحوا مؤهلين له بداخلهم، لأنهم طاهرين الأنفس وليس عندهم لا حقد ولا غل ولا أي شيء يعني ما كرم الله به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآخرين الذين كان عندهم هذا الغل، لماذا هو
هناك أشخاص يعني يحسدون الرسول على ما أتاه الله، مع أن الله أتاه هذا شيء يعني باستحقاق، والله حق. أوكي، ولكن هناك أنفس ضعيفة هي يعني لا تكون يعني تكون صبيانية حمقاء، لا تكون مؤهلة إلى هذا النوع من التجارب على الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم وصفهم الحقيقي: اذهبوا وأنتم الطلقاء، أي أنكم مطلقون من نوري أنا الرسول، أنا محمد ابن عبد الله، أنا الرسول قال كذا مرة أنا، ويليق له أن يقول أنا أحسن من يليق له هو وعلي والحسن والحسين وكل شخص، يعني كل ولي من أولياء الله يليق بهم صراحة. فالمطلقات اذهبوا أنتم الطلقاء، أي اذهبوا وأنتم الأنفس التي نست ذكر الله فحق عليكم الظلام، وأنا متبرئ منكم، أنا روحي مطلقة من أنفسكم. زواج، أنا قلت لكم كل القصة هي تدور حول زواج الروح بالنفس، وهذا الزواج لا يمكن أن يحصل إلا وإن تكون النفس طاهرة بيور 100%. أوكي، فاذهبوا وأنتم الطلقاء، هذا هو المعنى الحقيقي يا إخوتي لهذه الكلمة، لا علاقة لها بما قال تجار الدين الذين لا يفهمون كوع من بوع وفقط يعني يتحدثون بما لا يفقهون. كذلك زينب عليها السلام قالت يا ابن الطلقاء، هي لم تعني يا ابن الطلقاء أي يا ابن الذي رسول صلى الله عليه وسلم يعني سرحهم هكذا، لا، يا ابن الطلقاء أي يا ابن الظلمائيين الذي بقى على يعني كفر أجداده. أوكي، كائنا من كان. هنا يعني أرجو أن نركز في المعنى واللب الأشياء، ليس شخصنة الأشياء. كذلك معروف عن جدي، أنا حفيدة الحسن، ومعروف عن جدي أنه مزواج مطلق، صحيح؟ طبعا تجار الدين الزومبيين ماذا قالوا عن جدي الحسن؟ وما أدراك ما الحسن، علما أن الحسين يعني صراحة كان عنده، سأفسر في المستقبل عن يعني حقيقة لب ما حصل مع الحسين عليه الصلاة والسلام. الحسن هو يعني كما ذكرت لكم معروف أنه مزواج مطلق. أوكي، وتجار الدين ماذا قالوا عن هذا؟ يعني هذه الكلمة قالوا أن الحسن هو كان يتزوج ب90 امرأة 70 امرأة، كان يتزوج ويتطلق يعني بالنساء. هم أخذوا حقائق عن أهل البيت وتلاعبوا بها لكي يصنعوا لأنفسهم دين قطاع الطرق الذي يتماشى مع شهواتهم الحيوانية. أوكي، حتى الحيوان أضل من الأنعام. الحيوان يعني أنا أحترم الحيوان، وأتمنى أن يسعفني الوقت لكي أتحدث عن سر من أسرار الحيوان. فكما قلت لكم هما ماذا قالوا لنا؟ أن الحسن هو مزواج مطلق، كان يتزوج من هنا ويطلق من هنا. خسئوا أن يكون جدي الحسن بأخلاقهم، هذه أخلاقهم هم. أنا جدي الحسن كان نورا يمشي على الأرض، هو نور ابن نور ابن ابن نور ابن ابن نور، وكان يعمل من أجل الله الذي هو النور الواحد الأحد، الذي يعني هو النور، هو المصدر اللانهائي، هو منه كل شيء وهو منه الجود. الله سبحانه وتعالى جاد عليهم بنوره هو. أوكي، فالله سبحانه وتعالى يعني يعرف
أين يضع أماناته. وأجدادي الحسن ربما ذريتهم صحيح هناك من فسق عن أمر الله، وأنا أعترف من هذا، لأن تمت يعني تم كما قلت في السابق صناعة دين مزور واستعباد الناس يعني بالحديد والنار وقتل يعني ذرية الأنبياء والرسل لكي لا يوصلوا كلمة الحق. أوكي، ولكن الله متم لنوره ولو كره الكافرون. المهم يا إخوتي أن جدي كان يعمل من أجل كلمة الحق، وهو فعلا كان مزواجا مطلق، ولكن ليس كما قال تجار الدين. أنا جدي كان يعني يعمل ليوصل كلمة الحق، يتقاسم طعامه، يعني هو ورث علم الأنبياء والرسل، وكان يتقاسم هذا الشيء مع كل الناس، من يعني يستحقه ومن لا يستحقه، لوجه الله، لكي لا يأتي شخص غدا يعني عندما سنقف جميعا أمام الله أوكي ويقول له يا ابن رسول الله أنت لم تؤتينا حقنا من كلمة الحق، ربما لو كنت عملت هذا كنا سنتبعك. هو لم يعطي لهم هذه الفرصة. أنا جدي أوصل كلمة الحق، وهو كان منزل النور، كان نورا يمشي على الأرض أوكي، فمن أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به على الأرض، ورث هذا النور، وكان يزوج الأنفس الطاهرة بنور الحق، الأنفس التي تسجد إلى كلمة الله. الحسن كذلك، الحسين جدي الحسن كان يزوجها، صحيح هو كان مزواجا مطلقا مصداق، الذين كانوا يصدقون بكلمة الله كان يؤتي يعني الله سبحانه وتعالى كان يعني يجعلهم يشبكون مع نوره الذي يعني ظهر فيه في الحسن. والأنفس الخبيثة كانت مطلقة من نور الحسن بإذن الله، وهذا بإذن الله وهذا بإذن الله. والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. من شاء أن يعني النور فله النور، ومن شاء الظلام فله الظلام. يعني وعطاء الله لا محدود، يؤتي لهؤلاء ما يريدون، ويعطي لهؤلاء كذلك ما يريدون. يعني الأحاديث التي تقول إذن سأقول بعضها. مثلا ما زال الحسن يتزوج ويتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل. لماذا؟ لأن هناك يعني في نفس القبيلة من يتبع كلمة الحق ومن يتبع كلمة الضلال، فهم يعني يقعدون كل يقاتل من أجل إيمانه. هناك من يقاتل بكلمة الحق من أجل الحق والله حق، وهناك من يقاتل من أجل يعني الحماقات. هذا واحد من هؤلاء الأحاديث. كذلك عن علي عليه الصلاة والسلام قيل أن علي قال، سيدنا علي، يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة، أنا أقول أهل العراق، لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلق. ما معنى هذا؟ أي يا أهل العراق أنتم لستم مؤهلين للتسليم لكلمة الحق، لأن الحسن رجل يقول فقط الحق، فلن تتزوجوا يعني فلن تزوجوا حسنا. يا أيها الأنفس لن تزوجوا أنفسكم الحسن، نور الذي مع الحسن الذي هو نور كلمة الحق، لأنكم غير مؤهلين.
هذا هو يعني باطن الحديث. كذلك هناك حديث آخر، ماذا يقول؟ سوري. هناك حديث يقول: كان الحسن ابن علي مطلقا للنساء. طبعا وسيطلق واعتزلوا النساء في المحيض، فهو كان يعتزل كل من يفسق عن كلمة الحق، فهو كان مطلقا للنساء، صحيح. وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه، كذلك صحيح، حديث صحيح 100%. طبعا الحمقى الذين متأثرين بالأفلام المكسيكية وتركيا سيظنون أن كل سيدة ترى الحسين تقعد تسبل له وتذهب لكي يعني تدوب فيه عشقا وهياما ورومانسية، ولكن الحقيقة هذا الشق من هذا الحديث يعني شيء آخر. يعني وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه. ما هي الامرأة هنا؟ هي النفس التي رأت نفسها في نور الحسين، فهي أحبته لله. أوكي، هم أهل الله إن كانوا من جنس الإناث تماما، يعني هو كان مطلقا للنساء، ولكن هناك النساء يعني تعني الأنفس من جنس الذكور ومن جنس الإناث، وكذلك المرأة هي النفس. أوكي، فهو كان كل نفس رأت نفسها في الحسين، إن كانت هذه النفس من جنس الإناث أو من جنس الذكور، فهي أحبته لوجه الله، وهذه المحبة هي أقوى محبة، يعني لا يفوقها. لا يوجد محبة على وجه الأرض إن كان محبة الأب لأبنائه أو العكس، الأبناء لآبائهم، أو العائلة، أو يعني الأنثى للذكر، أو الصداقة، يعني محبة في الصداقة أو زمالة العمل. لا يوجد محبة أقوى من محبة الله لعباده، مستحيل، لأن محبة الله هو نور، ونور لا نهائي، ونور يعني يجب أن شخص أن يراه لكي يفهم يعني ما معنى المحبة اللانهائية. مستحيل يكون هناك يعني هناك رموز. يمكننا أن نقول حب المرأة يعني كل أم لابنها هو يمثل يعني كثيرا. أوكي، المحبة لا مشروطة في مستوى هذا، ولكن في المطلق لا شيء يعني يمكن أن يقارن بمحبة الله. إذن هنا أكون يعني قد وصلت إلى آخر موضوع هذا الفيديو، وسأعمل فيديو في موضوع نقطتين التي وعدت بهما. إلى الفيديو التالي.